من غير خجل ولا حياء يصرحونها تصحيح المسار. أي مسار؟ مسار أخذناه عن سلفنا، أخذناه عن أئمتنا وعلمائنا. يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى تصحيح ممن يجهل مسائل الاعتقاد وهو ضعيف في المنهج، كما قال الإمام: والله لو كان من غيره لقلنا ربما صدر هذا من مثل الأئمة الثلاث أو أحدهم، صدر هذا من مثل الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا ونفع به، أو من قبله من قبل أخيه الشيخ اللحيدان أو غير هؤلاء. ربما نظرنا في الأمر، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، وما وافقهما أخذنا به وتمسكنا به. هذا الذي أمرنا به، ولم نؤمر بزيد أو عمر من الناس كيفما كانوا يريدون أن يغيروا منهجنا وأن ينسفوا أصولنا بمثل هذه الترهات وبمثل هذه التلبيسات. ومن صاحب هذا الكلام تجده جاهل من أجهل الناس. ماذا تعرف أنت على في التصحيح أو في التضعيف أو ما إلى ذلك؟ الواجب في حقك أن تجلس ولا تقوم حتى تستوعب مسلمات العلم النافع. بعد ذلك قم وتكلم. لا يصلح حتى أن يتكلم الكلام الصحيح الفصيح. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.